بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد الدرس رقم 32 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. مازال في موضوع الزكاة. زرما يتمثل ذي درسني عدان سي البيت رقم 191 الميذ البيت رقم 201. الأبيات مرة لا غتسمسلاين في زكاة الإبل، زكاة البقر وزكاة الغنم. معناتها سبحان الله ربي أدي فكاطاس ولكن أدي السثر شويط. أما كدنا في أمور المال كثيرا نادا ديفكا ربي أطاس بذريم، ولكن كاين يفكد كان شويه 2.5%، 2.5%. يولي يفكاس ربي 400 مليون سنتيم، 4 مليون دينار، هذه السفغ ربع العشر 2.5%، هذه السفغ شحال 10 مليون. 400 مليون هذه السفغ 10 مليون فقط. المعنى 390 مليون. الله يبارك تنرواري. زيد ذي ذهب للناد مثلا النصاب هو 20 دينار ذهبي، ليكيفالون صورنا نكوني 85 غرام من الذهب. هو كيف النصاب أول يسعى 80 غرام من الذهب ويسعى الشرارة. الأقل ما يستوض 85 غراما الغرام من أبوس. ما إلا ذا الفطة الناد الحديثي النبي عليه الصلاة والسلام 200 درهم، ليكيفالون تورا 595 غرام من الفطة. سيناريو بدون الحساب وقيد النصاب معنا الشرط مزور ذوا الشرط ويسين إلى قد يزيف لا سوسكواس حولان الحول. معنى يسمو كيش لي فافور قلان. أولا النصاب علي في سنة تخدمي سكواس ثاني قري فاسنيك اخدم براحتك. ميدي زيو سكواس والي مازال الخير رغورك يزاد سفغ 2.5%. ما إلا ذي الإبل الغمان إلا قد تصعد 5، يعني قبل 5 الغمان وسيظهر الزكاة. إلا قد تصعد 5 من بعد أدي الزفلاسن والسكواس سي 5 غالمة 9 والسفغ ضر الغم السفغ شات في خسي خاطر كات السفغ ضر الغم ما صار 5 الغمان ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8 ناقص 9 السفغ ضر الغم لازم دير بزاف الغم. لا الشرع كي قال السفغ في خسي السفغ يشري السفغ. ما إلا ذي الغنم ذي المال ما تسعيض 39 فاق ضعفه من المال 39 وتزكي راه. ألا ما تصوض 40 مي تصوض 40 لما 120 ولكن شحال الفرق ثاقين في كاد التفاصيل اللي درسني عدان سي 40 لما 120 أتسفغض يوثن تيخسي فقط. ما شاء الله. إيماجينيو ديون يسعى 120 من المال تقضيعة الله يبارك. شحال يسفغ يوث يولي يسعى 90 يوث وين يسعى 100 يوث وهكذا. يعني المهم سي 40 ألمذ 120 هذه السفغ تيخسي يوث. إما يسعى 490 من المال 490. الله يبارك عندنا نترض السفر كان 4 من المال 4 فقط. وكان ربي سبحانه سرح ربي دي سرح يعني سي 400. شوف لا فرشتي سي 400 ألمنا ذا 499 من المال السفغ كان 4 داير. هذا ما كان سهالة شاك دي قيمن المال
والتقليق ما ذي زقارن ما تسعد 29 تسعد راه النصاب إلا قد تصعد 40 إلا قد تصعد 30 عفوا إلا قد تصعد 30 البقر ألما 39 أتصفغض عجل أي ندوز يسعى عامين يكشم دقوس ثلاثة ذايا الله يبارك تصعد 39 قزقارن أتصفغض كان أي ندوزني يسعى عامين يكشم دقوس ثلاثة ما تسعد سي 40 لما 59 من البقر أتصفغض مسنة يعني فين يكشمن ذوك سكواس ويص 4 في كذا يكون نفكد يعني لو طابلو يعني اللي درسني عدل نفكد تفاصل ذاك باش نفهم رسالة أو رسائل من هذه الرسائل ربي سبحانه الرزاق يتسري حد بلا شحة ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب ربي قال في القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صافي انت الرزاق وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم أما كي غادي يرزق ولا ذي النملة ني هاو الطوف ثني وتزميرة لا ترفض الرزقيس ربي يفكايا سموريس هذه ثم أن الله يطالبنا بالقليل والذين في أموالهم سورة المعارج الآية 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سي البيت 191 إلى غاية البيت 201 سورة الغال البيت رقم 202 شو دينا ذاك ابن عاشر وحول الأرباح ونسل كالأصول أشار ابن عاشر هنا إلى مسألة في غاية الأهمية معناه حول ربح المال كحول أصله مثلا يون يسعى 100 مليون مثلا 100 مليون سنتيم يعني 1 مليون دينار وقي عدى النصاب 58 مليون وكذا يعني يعد أكثر من النصاب هاد في غادي شيفرون باش هادي يسهل كان الحسابيس يعني يسعى 100 مليون سنتيم كشمنت تزيد مثلا الكوكوراكي مثلا أقول رجب 1441 أكلنا ثورة الله يبارك يا داو شهرين 3 10 شهور قاعدان بعد شو يخدم 800 مليون أكي يروح يغد ثغوسة 100 مليون من بعد ذي شهرين اني قبل دي زيو سواس يعني السياغ الراجبي دي الدون 1442 الزنزي يغد ثغوسة 100 مليون الزنزيت 170 مليون صافي الربحني واحد شهر ونص ذاك كان 100 مليون يزيد فلاسو سكواس ولكن الفايده اللي ربحني يبدي يزيد فلاسو سكواس صافي مي كزنز ثغاوسه كشمنت تزيد يزنزيد 170 مليون صافي تاكيغ في دي جاوب ابن عاشر معنى مدينة معنى حول ربح المال هو حول أصله تجي قاعدة فقهية وجيب يقصد وحول الأرباح ونسل كالأصول ولكن طاني نهد بالطريقة الشعرية باش غديني هو حول ربح الأصل هو حول أصله ودقرارة هذه الزكي كان في 100 مليون خاطر يزيد فلاسو سكواس عادي ولكن 70 مليون بدي يزيد فلاسو سكواس يا أقول نفسنا هذا شو ذا كان يناس أرجو الشرع شو دينا أتزكض في 170 مليون فرزكض هذا
غاس 70 مليون ودي زيارة في السوسكواس ساعة يا ربي يقول النفس كان دايا نو شهرين ماكسيموم. ولكن مادام حول الأرباح هي حول الأصول، الأصل ينسد 100 مليون هنسيد كانت 70 مليون الفائدة كانت 100 مليون السعير أصلا تقاذني النصابينك تبضض النصاب تعديته ذاكي نفهميت تورد في مسألة شو دار ثاقي ذا شوت مدنيني العبرة بالنصاب وبأقورنينس يعني قف الحساب. وبعدين وما يحصل من زيادة ونقصان خلال الحول فهو لا اعتبار له. لا اعتبار له شو المعنى يس؟ مثلا يسعى 200 مليون سنتيم 2 مليون دينار ذكوا قوراقين رجب 1441 من بعد 200 مليون اكي شفوثاس تسفغن كشمن يوغ الطوموبيل من بعد يوغ ليزنز طوموبيل من بعد كشمن دي ذريمان يساد الرابيل من بعد يفكا لافونس ديوث السكنة من بعد يسعى ثم غير يصرف ذاك من بعد سي دي زوبيراسيون ضرنت كشمنت 100 فغنت 20 بعد 200 لا ما يهمش أين كان يضرون مسموح لا اعتبار له ساعة القيمة نكوني من المرات نعاس قافل يعني أقورن رجب 1442 يعني يسقو سيدي الدون السيني والي كان ذا شو تفيض أدي نهارو فيه 500 مليون يقول قلنا راجب وسقوس ديه الدون السنيني أرجو ثماني 500 مليون ولكن أديني أو 300 مليون كشمد كان يا ربي 10 أيام 20 يوم تجديدين كشمنت الذمة الواحدة أسنيني شيني تصنفض ذي المزكين أقلك ذي لا كاتيجوري بقدي تعشيرا ربي سبحانه يفكيك 300 مليون قبل ديوض وقوريك شهرين 3 شهور 20 يوم عادي شحال راه يعشر هذه يعشر في 500 مليون 500 مليون 5 مليون دو دينار فوا 2,5 الباقي المجموع ديفيزي بار 100 صافي شحال راه يسوفى 12 مليون ذو النفس يسوفى في 500 مليون ولكن ما تجبض ليستوريك قدري منيس اتفضل باللي ود الزيره فلاس نسكواس 500 مليون يزيد كان في الاصل ني وهذا هو اللي وارد في البيت 202 من متن ابن عاشر. مساله مهمه ودقيقه خاطر لو كان ماشي ياكا انا اكدف كا في الوايض اما الى نتسع يسعى 200 مليون ذي راجب وسكواسا سيغر قافل المي مازال 20 يوم يوقوريسا هذه زيف سكواس يغد طوموبيل 180 مليون لا زكاة عليه اي بورتون السكواس كامل يستنفع سيدري مني يرضى لي والحسنات خاطر مما يرضي يسعى الحسنات على بالكم ما فرض الضيون سايض الاجر اكثر من الصدقه ايه دي مهمه جدا ما فرض الراس سايض الاجر ضم القران الصدقه ذا الفقير يحوج يطف يسعى سوا شرا استفكر خاطر يحوج الفقير
صافي نسيبو الحسنات يخدم يستخدم إلى آخره. المي مازال 20 يوم باش هذه السفة العشور تغريز دو لوكازيون يوغ طوموبيل يوغي 180 مليون أو 150 مليون السيني تزكي ضرا والو 0 دينار. وقال كان الشرع ماشي سهل مادام يستخدم يدير منيس عادي النية الخالصة لله. صافي نكوني فاشر نفيزي إذن انفيزي شهر رجب ذاكي أو داشو الساعة أكدي في كل كونت صاد 500 مليون زكي صاد مليار زكي فو مليار ولا ماكش من تكيد 700 مليون الشهر قبل ديال واكوري يرزقك هذا ربي لا كونطابيليتي ليك فو مليار ثقي كلها نعم. ما الذي خداما يخدم سلا باي وين الحساب يسهل مكولا كور يتساغ 3 مليون يجمع 200,000 يجمع يفد ما شاء الله. هذه عاسيمانيس بالك بعد 30 40 50 سنة هذه ولي النصاب ما يوفى يسعى النصاب غير ما يبذوا كوريس خاطر يجمع شوط 100,000 200,000 400,000 700,000 تصوضن تالي مي وظنت واسم المي يوظنت النصاب وذوين ذا كوري خشيني اما ذي شوال اما ذي ذو القعده اما ذو الحجه اما ذي محرم اما ذي رجب اما ذي شعبان اما اكوري ذوين وهكذا. وبعدين يكمل كل ابياتاكي يعني نقش انت كنتي مسالاكين بعد يهضرت في حاجه نظن ندوى عسل فاكهه مع الخضر هذه ينبغي ولا اشتلاث إذ هي في المقتات مما يدخر. نهضر المرة اللي فاتت ند الحبوب الحمص إرذن ثمزين وكذاك يخضعوا للزكاة من أوعية الزكاة ثورة ديني ما شاهو ما ذوينا يسعن ثمزين ديرذن نغ الحمص كدننا نغ الحبوب مرة يسعى النصاب هذه زكي إما ذوين يخدمن يسعى البحاير الفيرماث الفواكه تفاح تشينا لونجاس الله يبارك ما شاء الله وين يقرن التزكية خاطر الفواكه مما لا يدخر والخضر ودا يخدم ديال البطاطا يخي فلفل طوماطيش كيقراو تاع الشراره ذاكي الساده الاحناف ذنثني لهم فضل السبق. الاحناف يعني مدرسه ابي حنيفه ذا ربي عن الجميع لا يعشر يزكى إنيك الأمور تزكى. ومما يؤكد على صحة ذلك هذا رأي صحة هذا الرأي خاصة في هذا الزمان وين تطورت وسائل الحفظ أكثر حاصرة لي شومبر فرواد التاويلات صافي يبدل تاويل زيكو زمان في الطوماطيش تدخرها ماشي مية مزناك ديال مزين ديال ذن ريت الكوفي ديال الشكارين تاع المدخره ولكن ميلا الطوماطيش زمات تدخر تركو وتخسر صافي لا تخضع للزكاة ليست وعاء من أوعية الزكاة. السادة الأحناف يقرن لها تخضع للزكاة 5 أوسق الحديث اللي شرحناه فيما سبق تخضع للزكاة فهي من أوعيتها.
الأحناف الحال صار رأيي لأن العلماء منهم السادة المالكي قال لا تخضع للزكاة، ولكن علماء المالكية الآن الناند هي أيضا تخضع للزكاة، فوافقوا ماشي غير علماء المالكية، كبار العلماء من علماء الشافعية وعلماء الحنابلة وعلماء المالكية رحنا كذا الرأي الفقهي المعتبر للسادة الأحناف لسببين. السبب الأول أن واقعنا أفرز هذه الوسائل التكنولوجيا وسائل الحفظ التي تؤكد على أن هذه تحفظ أيضا ثلال تريشومبر فرواد إلى الخير ما شاء الله وكذا إلى التاويل. ثانيا أو غلايثيا أتفضوني خدم ديال المراقي ذي ما يصرف مليارا ويبيد الفايدة ذي مليارا، إذن كيف نعفيه من الزكاة؟ ماشي كما الأصول الثابتة وكي هضرت فلاس فيما سبق يوني يخدم اللوزين يسفد ذيت 20 مليار شرع شي قار دورو تستكثر في العشر دورو لاش يعاونيك كي يكفوذ يفورتيفيك شي قار خدمة كان اللوزين ساعة ديك الفايدة الخدمة كذا يا ريش تفنض يوث اللوزين تفنيس ماشي كل سكواس الساعة ونض ماشي تسالم بولتا ترغم بعد استعوض اللوزين شرع شي قار كسغفل العشور كسغفل الزكاة تهلا في اللوزينينيك أم بعد لو برودوين دياوي اللوزينينيك أين دياوي اللوزين أين ينتج الإنتاج ذينا يخضع مادام وينا يولي يكون عرض من عروض التجارة للبيع يخضع لقواعد البيع والشراء للتجارة ذينا تعشرض سينور لوجيك 100% ماشي مثاقي ثمثل تاقين من الفواكه وكذا. ثلاثة السبب الثالث اللي هو أنه يشم ذي الرزق الكامل إديتك ربي سبحانه فكاك ربي الأرزاق السفق فلسن 10 زيز ديثن. حاجة أخرى أيضا مهمة في المسألة ذا شوت أن المالكية نندن كل نسعى أصل من أصولنا مراعاة الخلاف صافي يكشم ذي الكل وراقي معناه جوستيفيين هذا الخروج. لذلك علماء المالكية الآن يفتون بالفتوى التي تقول باللي هذه الخضر والفواكه والعسل كلها تخضع للزكاة. وكاين حجة أخرى ذا شوت فيها مصلحة للفقراء والمساكين أو كاين دياوين الفايدة للفقراء والمساكين يعني قفلنت. لذلك هذا هو الاختلاف الفقهي وهذا هو الاجتهاد الفقهي. وبعدين سي 205 السوان ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين إلى آخره. داك شوي غادييني معناه ذاك يجوز ما يسمى بضم أنواع الأوعية حسب تشابهها وتقاربها. وإذا قرأنا نضم الذهب إلى البقر نغل الفضة إلى الشعير ثمزين غير ذن لا أكن مقاربا ملفقة تلفيق. ويجوز التلفيق هنا ضم صنف يعني النصاب قد يتوفر في واحد. ممكن مثلا يسعى 85 جرام من الذهب خلاص يسعى النصاب من الذهب ويسعى 595 جرام من الفضة يسعى النصاب من الفضة وقي الصنف واحد والصنف واحد كل يوم الصنف واحد. ولكن لما إلا وريستوضار 85 جرام من الذهب يسعى مثلا 70 جرام من الذهب يجوز باش تدخل فن الفضة يعني يجوز هذا التلفيق هذا الضم. أماكن يجوز ذي الحبوب الحمص العدس يفاون يجوز ذا ثمزين
إرذان ذي البقرة وذي الجاموس. ندوك كذا يقول سعر الجاموس غورنا، ولكن أنت المناطق عندها الجاموس يشوف عندك زقارا في كذا يجوز هذا الضم. هذه المسائل ذكرها ابن عاشر في البيت 205 وما بعده، إلى أن وصل إلى البيت 208. ذاكي أغدي هدر في مصارف الزكاة، نغ المستحقين للزكاة. يند مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق عامل مدين. البيت 209 مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. مريب الذي يدعي يعني دعوى الفقر. ذاكي في البيتين 208 و 209 فيها في البيتين ذكر للمستحقين للزكاة. أكني دوسان ذي اللاية 60 من سورة التوبة. إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ثني 8 لان 8 من الأصناف. الصنف مزوارو الفقراء، إذا كان مصرفها الفقير، إذن ذكر الفقير حسب الآية 60 من سورة التوبة. ربي هضرت في الفقير، ولكن غير هضرت في المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طبعا السؤال المطروح ذا شو ذا الفرق يرسن، ذا شو ذا الفرق ير الفقير وذا المسكين. الرأي الراجح الذي نراه هو الفقير هو الذي ما عندوش مصدر عيش، وريساي لا باي، وريساي لانتريت، وريساي والو، فقير. والمسكين، المسكين ذوين يسعان ولكن يري الحقار مانيس. مسكين يزمر تصعود غماك، نغا تصعود غمان، نغا تصعود عمي، نغا تصعود عميك، لا خدام نغي ساعة لانتريت، ولكن يري الحقار مانيس، وري قضيعار مانيس. يسعى موضان، يسعى عقالن أطاس دريا وكذا، أمصروف يقوى، وري الحقار مانيس. لا بايني جامي تصوض نغ لا روترتني. ذا شو ذواقي مسكين. وهذا الرأي الذي قال به يدعمه بحجج. نذكر حجتين. الحجة الأولى أن الله بدأ به، صافي حسب الاستحقاق يفريه ذا مزوارو. إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء، يفذر دوني حواجنا أكثر. صافي نتيك حواجنا أكثر للمسكين. ثقي حجة تدعم الرأي المذكور باللي ذي الفقير وريساي والو. هذا ربي في ذي ذا مزوارو ذي الآية 60 من سورة التوبة. الحجة الثانية أتدناف ذي الآية 79 من سورة الكهف. أما السفينة لمساكين يعملون في البحر. رب دقار أما السفينة فكانت
لمساكين يعملون في البحر. الآية 79 من سورة الكهف. رب غدي قار ديال سورة الكهف الآية 79. المساكين كسفن السفينة خدمن يس ديال البحر، خدمن يس، مادام خدمن يس صافي تساوين الخير، أليس كذلك؟ مادام تساوين الخير تساوين الربحا والقضي عنا ريمانس والقضي عنا ربي يسمي مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. معنى ذكرت السفينة معنى سعى وسيلة من وسائل الإنتاج، إنسان وسيلة نتاع الإنتاج. زيد يعملون معنى سعى القدرة، سعى الجهد، أخذ من ذي البحر السفينة، ولكن ربي سبحانه وصفهم بهذا الوصف. هذه بعض الحجج التي ذكرها العلماء، في أول في التمييز بين الفقير والمسكين، ثانيا في قلنا نوجه حسن أكثرهم احتياجا وهو الفقير. صافي الصنف مزوارو ذي الليلان فقراء ونسعى اوكين سورس ولا شوال والسين المساكين وقال يسعان ابونسيون لا باي لا روتريت والحقنا ريمانسن وثلاثه ربي ناد والعاملين عليها. انوذ العاملين عليها هم الجبات والموزعون. أما كاين الزمار ديال الجبات هم الموزعون، لأنه قال هذا واحد يجمع الزكاة ذي خداما ذي الإدارة ياكين الزكاة. لذلك هذا ينتظر من لانت دول يخدمن صندوق الزكاة، مؤسسة الزكاة. طبعا مؤسسة الزكاة أنت تخدم كما يلزم أو تكشغ فلان تتعاون في التنمية ديال الديفلوبمون ديال الذامسة ديال ليكونومي، ماشي حاجة بسيطة. مؤسسة الزكاة سعى الفايدة العجب. إذن الجهاز الإداري لمؤسسة الزكاة أنت ديوسا ضمن الصنف ثلاثة العاملون والعاملين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. مسفهم؟ الجبات، السعاة، الجهاز الإداري، العاملون في مؤسسة الزكاة وكذا كامل اسم العاملون عليها. وقال الصنف ثلاثة. الصنف رابعة دانوا المؤلفة قلوبهم. تأليف القلوب ذاكي ثورة ذنو كذاك لنا تص إما ذو كذني نرجو إسلامهم. أذين بعض كفار ذي كافرين ولكن نظمع أثني دي هذو ربي ميلا نفكايا سن العشور حواجن نهيد الفقراء وحواجن نفكايا سن حتى ماشي للفقراء ولكن بقصد تأليف القلوب وكذاكي سهم مخصص لهم. يشم ذي الدعوة إلى الله، المال مال الله، أتستخدم الرزق الزكاة تأليفا للقلوب. نغى المسلمون الجدد على بالكم لانه قال يشمل الاسلام ذي جديدا شهد لا ما عند رسول الله الساعه لي بروبليم ذي مقرانا خدمنا سن المقاطعه اما ولا نسن شمض الاسلام اسيم غلقا لي فان والو سورتو لاني المزيين انا عاميه. حتى
حتى نعم، نعم. الآن تأتي الزكاة تسد هذه الثغرة. أما كي ناس نقار إوينا الطف كان ذي ديني حارز الديني شو تساقوال أكيني جاني موليني ومولاني وجاني الحبابي وثلاثة وشنتي معليش الطف ذي ربي حاذر اش خدم من الشونتاج وغالد كان غال المسيحيان غال اليهوديه جل الاسلام اش في كل شيء خاطئ اقبل اكاث الليض الطف ذي ربي ربك يتسجل. فبالتالي ادياس الزكاه ليسد هذه الثغره واعطى لها سهما. الصنف الخامس من المستحقين للزكاة وفي الرقاب. في الرقاب بمعناه عتق العبيد لزسكلاف. مقل كان امشي الاسلام يفكا غزال يفنادم لا تريما ما يلايون اسكلاف عبد يجوز بل سعن سهم كامل يذري مني العشور باش داغن الحريه نسن ثقي تكشم ذكيون المبدا ذي الشرع اسم مبدا تجفيف المنابع وتوسيع المخارج، وقي مبدا مهم في حمايه حقوق الإنسان يزرفان بمذان لي دروا دو لوم وحفظ كرامته باش الناس كلهم أحرار. سيدنا عمر ربي يرضى عليه الناد متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. شوف هذه الحرية يكفغ الإسلام تفكي بنادم ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء الآية 70. ولكن إشكال مطروح، هل نتحدث عن عتق رقاب الأفراد أم عتق رقاب الشعوب؟ وقي حوايج محاضرة، هذا يحتاج إلى محاضرة. هناك الشعوب تستعبد في تاريخ الأمم، في تاريخ أمتنا أشحال من الدول سنسلمين يقزنزني ما نسني صندوق النقد الدولي لفيمي من بعد تخلصن لي زانتيري خدمات وخدمات الديون هكا لما ذا غفر ذا مقرن واقي ماشي داير نشرح درسنا الفقه. ولكن الرأي الذي نراه صوابا الزكاة أيضا تصلح، هذا السهم بالذات يصلح لتحرير رقاب الأفراد كذلك وكذلك رقاب الشعوب من الاستعباد الاسكلافاج. وسا الغارمين دو قاعد يتوالسن قاعد يسعى الطلابة مرض نجمع الزكاة آيات مثلا ما إلا يون دينار 10 دينار 20 100 200 درقة صمطوط مزي مقار تغلفي الطلابة الشرعينات أستفكم سهم من الزكاة العشور باش تكسم فلاس طلابة ويتولاس 1,000,000 و100 مليون و700 مليون ومليار سورتو دي الزمان باسد ينتسيدير يوعر مليح السبان طلافة ثقوانت ما يسعيونا موظين اثياوين دواوين السوكا ديال الاخير لي زوبيراسيون 700 800 مليون وماشي شويط يرضى مسكين سيا وريقضي على ما يحلاو موظني الحمد لله ما يموت هذا مثل كوالي يموت صافي يغلي مسكين يرفض الطلبه ثم قرانت الشرع ديقار في كاس الكرامه ينس يجوز باش يذري من العشور اضروحا ذي الطلبه طبعا رديسن
سي الحلال تجد في تفاصيل ذكرها العلماء. إما إلا يولي يموت ظلم كون اللي قبايليت ما راه ينطل يون غادي ينطق فافاس نغ يجماس نغ أضكواليس نغ عميس نغ أديني الحاضرين وكي ننطل سمحتاس ذاك يطبق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قبل ظهر الفاتحة غادي فكن دعوة الخير غادي نتقيوني سيت سيرين ديني أويني سيت سلاسل أقلق ذا أكي قارن وقيد الشرع سر ركزا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام إنيس من ترك مالا فلورثته ما يجد الخير الأرزاق ورثينس ولكن ما إلا ترك دينا عيالا كلا إيجاد ثاعكم فإلي وعلي أكرا معنايس الميت اللي يتراجو ورثي شفعان يتراجو ورثي عونا خطر الدين يوعر عليه الصلاة والسلام يناد نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولكن مش فاهم الجذوذ ما شاء الله. نفس المؤمن وقين انطلق معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفيما سبق النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على أخيكم معناتها يحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد ذلك جاء الحديث الذي ذكرناه النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أثي جاك كان يدير خاطي وما يحرموش من صلاته صلى الله عليه وسلم سيقرأ قليلا يعني بما يملك بما تملك الأمة صافي يكون السؤال مطروح هل يجوز مثل سيون يتوالى سيموت الروسنا ندوالاكي ننتي ستروكزا كان ولكن الله غالب هذيك والده سنو قادي سي 3 و5 مليون و10 و14 و20 و50 وزميرنا راه هذا صد الشيني سعيد يديري من تاع الشرط السنتينيض عليا هذا السفغ العشور وذ الزكيغ وذ فكغ يديري مني وقادي تسلاسن هذا وين طلا فانسن الشيني زديض الصفاضي مالك زكا مبروك فلاك وين كني جما كني نسلم الصرط هاكي الصر ربي ثفاميلتي ساد هنين سين الحمد لله يفكر ضرب يونو عرضي ذنسا يكسفغن لعشور في فافاتنا ما شاء الله ماشي غايه. لذلك هذا امر يجوز الشرعيات الغارمين طلبه ثوار الزيف تاعكم الشرع دي قار سفغت العشور باش تكسم طلبه يمذان والسبعه الصنف والسبعه من المستحقين للزكاه ربنا وفي سبيل الله في سبيل الله يعني إما في الغزو كما قال ابن عاشر في الجهاد العسكري نغ في الجهاد العلمي الدعوي خاطر ماشي بدا نفهم في سبيل الله المعنى في سبيل الله إلا قضي لي لا إثورة في سبيل الله دعوة إلى الله تكشم في سبيل الله لإعلاء الغرض ما هو المقصد لإعلاء كلمة الله. إذن الكثير من العلماء المحققين دخلوا في سبيل الله وكان المفهوم الواسع وفي سبيل الله أينك ما يرفع راية الإسلام هذيك شم في سبيل الله ماشي دايني سهلا خاطر الإسلام نسعوك فلاس المسؤولية لكن من لا يجي أختي النبي عليه الصلاة والسلام ذلمنا أي توحل زور بينات ادعو إلى سبيل ربك سوى أتقبل ذيون ذي روح ذي قبل ربي وهو مشرك
لا يؤمن بالتوحيد أصلا، أو ماشي سهلة، ذا غفل ذا قرآن صافي توفير كل الإمكانات قلان من أجل إنقاذ الناس من جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام كي يسمع بواحد مات وهو على كفر أو على شرك يعني يحزن لكل نفس تفلت إلى جهنم، خطر يروح لجهنم. لماذا؟ لأنه لم يمت موحدا، لذلك يقدر غفلنا غياكم، والشريعة تسمح بذلك، وهذا هو السهم الذي يستجيب لذلك. أخيرا أنقروا وثمانية ابن السبيل. ابن السبيل قام سفريد المسافر في طاعة هاد يسيون بالك يسد سي ثمورث النظام إعداد كي ثمورث النظام نتسا ذا مركانتين ثمورثيس، ذا مركانتين ثمورثيس في خسارة، ولكن مادام ذا مسفريد أم سفريد يتاع غزال أي غير الجدود نغزيك أتفض مرافنون خدمن تخامث ثفرانيث نغذي ثدال تتفضيهم بخامكا، أما ذي مكساوان ذي مسفريدان ذي غريفان من بعد الجدود ذي مغارن تسمغارين شو قرني قرداني وراش أسي نروح كان أرث خامثيهين أرث الجماعة ما توفيضن إمسفريدان الفراني وقال نسا أسنتاويمي من سي إلا واندا كاين تمارا مولاني من سي ألا منظرة يبارك لنا الفراني لاني مسفريدان أمسفريد يسعى غزال خطر الشياقي يسعى غزار أرث شرعيث ربي سميس ابن السبيل ولا ماذا مركانتي ثمورثيس يطفي ثيد الحال ثمورث النغ يعد داقي ثمثين النغ نغذي الحمان نغ كذا إلى قسن في الكرامينس القيمينس العزينس ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولقد كرمنا بني آدم هذه في كاسي الزكاة والتساقواب أكيني دار طالع يمكن لاباس بيا ميوضغ ثمورثي واحد الشياغ في كيد نيمير دو كونت يناس والو كتاك غير والو أكفك غسيل عشور يرنا حلال عليك يمكنني زديث دمينو كشيني حلال عليك ذا مسفريد صان قيمة شدين سلم تعداد ذاكي ذا مسفريد أتساويض سي سهم الزكاة. في النهاية من المقاصد الكبرى لكل هذه لما ذكر المحافظة على كرامة الإنسان، لا تريما بنادم هذه قيم أقرو يسير فذ زدي يرنا ذي ثوص صرا خطر الشرع غادي توصي داغ في ثوص صرا تسيقا ذاك الأصناف الثمانية إذ يسان ذي اللاية في 60 من سورة التوبة إذ يترجم ابن عاشر الفلاس يعفو يرحم في البيتين إن قرأ نشرح السا البيت 208 209 جاون السرد اليسر أرثي من الليث سلام ربي في الله.